أهلا بكم. أجازة سعيدة. في فترة الأجازات إن كانت أجازات صيفية للطلبة أو أجازات خلال كل أسبوع الويك إند، الحقيقة إن إحنا بتبقى فيه تقليل الضغط النفسي ومفيش بقى مذاكرة أو امتحانات أو مستنيين نتائج. الحمد لله النتائج ظهرت وفي توفيق الحمد لله من ربنا، وبالتالي المفترض ان احنا نعيش اجازة كلها سعادة وكلها صحة، ونحاول نعوض اللي فاتنا من ايام الضغط النفسي واولياء الامور بقى مرتاحة والكلام ده. لكن للأسف في اجازاتنا لنا بعض العادات الضارة جدا اللي ممكن تقلل مناعتنا وتقلل صحتنا. السهر بالليل بدرجة عالية جدا، أو نقدر نقول نبدل الليل نهار والنهار ليل، نتجاهل قول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التصاق التليفون المحمول بينا ما نقدرش نستغنى عنه أبدا، وده فيه مخاطر عالية جدا. يبقى السهر له أضرار عالية، وإدماننا للتليفون المحمول أو شاشات الكمبيوتر والتلفزيون ده أضرار عالية جدا هنعرفها في الحوار ده. وكمان تغير نمط حياتنا في تجنبنا للابتعاد عن التلفزيون وقلة الحركة، وسلوكنا خلال اليوم كله بيبقى انعزالي. تقريبا كلنا بنحب الحرية، والحرية في ساعات الليل بتبقى أكتر لما ببقى منعزل عن الناس واخد حريتي مع نفسي في تليفون أو في تلفزيون. هنتكلم الأول عن أضرار السهر بالليل. السهر بالليل معناه إدمانه أو تواجده بنسبة كبيرة بيؤدي إلى تلف خلايا الدماغ. معنى ان انا ابقى منعزل بالليل واحس بالحرية، والموضوع ده له اثار سيئة جدا، خاصة ان في ابحاث كتير اتكلمت ان المفترض ما نكونش ابدا بعد منتصف الليل في حالة يقظة، لان ده بيخلينا سلوكنا انفعالي جدا، منفعلين لأتفه الأسباب، وقراراتنا عالية المخاطر. ممكن جدا من السهر ده يبقى أكلنا زيادة قوي خلال فترة يقظتنا، وكمان يبقى لنا بعض النشاطات الإجرامية خاصة اللي في أبنائنا وبناتنا، لأن ده للأسف بيعمل تغير فسيولوجي لخلايا الدماغ، وبالتالي بيشعرنا أو بيغير نظرتنا للعالم، بيخليها أكتر سلبية، وده له أضرار عالية جدا على سلوكنا الاجتماعي خلال النهار. المشكلة كمان انه مهم جدا في انه بيؤدي بينا لعدم القدرة على التفكير وتشتيت تركيزنا، وده بيؤدي الى قلة استيعابنا للمعلومات. يعني اللي عايز ابنه يبقى كويس قوي، قلة النوم بالليل، مفيش استيعاب، مفيش ذاكرة بنشاط عالي ان كانت مستدامة او مؤقتة. كمان يؤدي السهر بالليل لدرجة الإحساس بالشعور بالأرق واضطراب النوم، وده بيقلل، يعني بيصعب على الشخص النوم بعد كده. إن أنا يعني أنام بشكل متواصل، لا، هيبقى نومي كله قلق، يقظة ونوم، ونوم غير مريح أبدا. وأنا داخل السرير أبقى على السرير فترة كبيرة جدا منتظر النوم ما بيجيش. عايز أقول إن السهر مرتبط ارتباط وثيق بالإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية، وكمان السهر ما بيساعدش الجسم أبدا على حرق الجلوكوز. الناس اللي عايزة طاقة تلاقي إنه لو بيسهر بالليل وينام بالنهار هتلاقي الطاقة اللي عنده مش كتير، وبالتالي إحساسه بالخمول والكسل وعدم أداء حتى الوظائف المعتاد عليها بتبقى مش عالية، وبيتطلب وقت كبير عشان يقدر يستعيد طاقته دي. ليه؟ لأن حرق الجلوكوز بيكون مش بكفاءة عالية. وكمان مرتبط السهر بمرض السكر خاصة من النوع الثاني. يعني حاجات كتيرة جدا ربنا حذرنا منها لأنه قدر علينا النوم ليلا والحياة واليقظة نهارا. عايز أقول إن السهر بيخلينا شعورنا بالجوع يزيد قوي، وده لزيادة عمل وظائف الجزء السفلي من الدماغ. تلاقي فيه كده جزء في الدماغ مختص جدا بموضوع الشبع وهرموناته والجوع وهرموناته، فده بيزود شعورنا بالجوع، وبالتالي الشخص ده بياكل أكل كتير وبياكل بقى وجبات سريعة وشوكولاتات، فده بيؤدي إلى زيادة الوزن. وده ملحوظ، الناس اللي بتسهر بالليل كتير غالبا وزنها بيبقى زيادة، بالإضافة إلى
أضرار كتيرة في البشرة، زي ما بنشوف كده ترهل الجلد وانتفاخ واحمرار العينين، ونلاقي لون البشرة شكله مش طبيعي كده نتيجة الكولاجين اللي موجود في البشرة والبروتين. يعني بيتأثروا بيه السهر والإنزيمات والهرمونات اللي بينتجها الجسم، وبالتالي بيؤدي إلى أن شكلنا يتجه إلى الشيخوخة المبكرة. تلاقي لسه سنك صغير لكن شكلك زي ما يكون عندك سن كبيرة جدا. عايز أقول إن كل الكلام ده فوقه إن الإنسان ما بيحصلش على القدر الكافي من النوم، وبالتالي ده بيقلل بصفة أو بصورة عالية جدا المناعة في جسمنا، وبالتالي بيبقى سهل جدا إن احنا نصاب بكم كبير من الأمراض لقلة مناعتنا. المشكلة التانية في الأجازات إدمان الهواتف المحمولة، اللي فعلا دراسات أثبتت إن المراهقين أكتر عرضة للإدمان ده، ومشاكل إدمان التليفون المحمول أكتر من خطيرة الحقيقة، لأنها بتخلي الطفل أو المراهق أو حتى من يدمن التليفون قادر على التعايش مع الاكتئاب، وأنه بيعاني جدا من القلق، وعنده انخفاض في الاحترام لذاته، ودايما تلاقيه محرج اجتماعيا ومنطوي لتعوده على انه يبقى لوحده فترات طويلة. وكمان للأسف لها مشاكل في النفس، تلاقي نفسك مش مظبوط مع الوقت اللي تعودك على الجلوس لفترات طويلة جدا بوضع قد يكون سيء. كمان دايما المدمن التليفون المحمول ملوش سيطرة على اندفاعه السلوكي. كل الكلام ده، وللأسف في بعض الإحصائيات والدراسات اللي قالت إن إدمان التليفون المحمول بيؤدي إلى الاكتئاب والانتحار بين المراهقين خاصة في السنوات الأخيرة. وممكن تظهر علامات إدمان المحمول من خلال مثلا إصابة النوعية دي بآلام الرقبة أو إجهاد العين نتيجة المكوث فترات طويلة على التليفون ده. كمان بيفقد الإحساس بالوقت لأنه بيبقى في حالة لهو أو التهاء بيه يعني، ودايما تلاقيه منسحب من العالم المادي، العالم اللي هو عايش فيه وعايش مع الأشخاص الافتراضيين على المحمول. الحقيقة كمان بتلاقيه بيبتعد عن الأصدقاء، ودايما ما فيش أنشطة، والعيلة كمان ما لهمش وجود في حياته. يعني وتلاقيه لو هو حاول يخلع من الإدمان ده أو يتوقف عن استخدام التليفون للأسف دايما بيفشل، وسلوكه دايما غاضب، خاصة لو أنت حاولت تقطع عنه التليفون أو يعني تمنع استخدامه ليه. عايز أقول إنك الوصول للهاتف في اللحظة اللي بيكون فيها بمفردك أو تشعر بالملل لو أنت التليفون اتقطع عنك، أو ينتابك حالة من الغضب الشديدة قوي أو القلق الشديدة قوي لو فقدت التليفون المحمول أو النت في لحظة معينة. بالنسبة للتغذية، المشكلة الثالثة إنك تاكل بالليل أكتر من النهار، دي مشكلة كبيرة لأن كفاءة الجهاز الهضمي ليلا أقل من النهار. معدل ارتياح غدتك أثناء النوم مش موجود، وبالتالي هرموناتك وإنزيماتك متلخبطة، وبالتالي هضمك للأكل وامتصاصك ليه مش موجودة. موضوع السمنة نتيجة سهرك بالليل وسلوكك الغذائي بتبقى غير منضبطة تماما، وتلجأ لتناول قدر عالي من الحلويات خلال اليوم، مشكلة كبيرة. أو الوجبات السريعة بتسبب زيادة وزنك وهشاشة العظام وقلة التوازن المكونات الغذائية القيمة خلال جسمك، وبالتالي عضلاتك تقل، دهونك تزيد، جلدك يبقى مترهل، حاجات كتيرة جدا ملهاش لازمة. تناولك للمية بيبقى مش منضبط، وبالتالي زي ما قلنا قبل كده المناعة بتقل نتيجة الثلاث أخطاء دول. بدل الأجازة ما تبقى سعيدة، أبدأ أستخدم السهر بدل النوم، والرياضة والحركة أستخدم مكانها الموبايل وقلة الحركة والميل للاكتئاب، والتغذية الصحية اللي بتسري جسمي بالصحة أبتعد عنها ويبقى نمط غذائي سيء جدا. يبقى احنا كده الأجازة بدل ما تبقى أجازة سعيدة تبقى أجازة ممرضة، وندخل عام جديد أو نشوف شغلنا بعد كده للأسف وإحنا بيعترينا علامات وأعراض الأمراض المختلفة. تحياتي ليكم، وأتمنى ليكم دايما الصحة، والأسر لها دور كبير في ده، الأب والأم. يا ريت ما نهملش ده، نكون قدوة لأولادنا، مش نبقى قدوة ليهم في السهر والموبايل وكده، لكن نبقى قدوة صحية ليهم، لأنك هتسأل عنهم. ودايما يا رب السعادة لينا جميعا. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. أهلا بكم.
أجازة سعيدة. في فترة الأجازات إن كانت أجازات صيفية للطلبة أو أجازات خلال كل أسبوع الويك إند، الحقيقة إن إحنا بتبقى فيه تقليل الضغط النفسي